بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في البداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. هنتكلم النهاردة عن مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا. قبل ما نكمل الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمني بلايك. 4 3 2 1. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني هتكون يوم السبت 1/4 رمضان الساعة 9 مساء في استاد القاهرة بحضور 50,000 متفرج. وده كان الخبر المفرح والمبهج لجماهير النادي الأهلي، وهو موافقة الأمن المصري ووزارة الداخلية بحضور 50,000 متفرج لمباراة الهلال السوداني، المباراة الحاسمة الفاصلة في مشوار النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. وإن شاء الله المباراة تكلل بصعود النادي الأهلي للدور ربع النهائي، وإن شاء الله تكون طريق النادي الأهلي في الفوز ببطولة أفريقيا السنة دي والحصول على البطولة ال11 في دوري أبطال أفريقيا. مباراة الهلال السوداني وصن داونز اللي كانت في درمان في استاد الجوهرة الزرقاء، كل جمهور النادي الاهلي تابع المباراه بشغف وتركيز وترقب لنتيجه المباراه اللي هي بشبه كبير كانت حاسمه وفاصله في مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. المباراه انتهت بتعادل ايجابي بين الفريقين 1-1، وده اللي رجع الامل ورجع الحياه لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي قام بدوره وواجبه وأجل المباراة 24 ساعة، تتلعب يوم 1/4 بدل 31/3، ونقل المباراة والمباراة تتلعب في استاد القاهرة بحضور 50,000 متفرج. وبكده مجلس إدارة النادي الأهلي عمل اللي عليه وقام بدوره. الدور الباقي واللي جاي على لاعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي. الجهاز الفني للنادي الأهلي مطالب باختيار تشكيل مناسب للمباراة الفاصلة الحاسمة، اختيار طريقة لعب مناسبة، وتأهيل اللعيبة للمباراة دي بحيث إن اللعيبة تلعب اللعيبه تلعب بتركيز، اللعيبه تلعب بسرعه بس ما تلعبش بتسرع، بتركيز. لعيبه النادي الاهلي مطالبه بالتركيز بدايه من محمد الشناوي حارس مرمى وكهربا راس الحربه. بدايه من خط الدفاع في النادي الاهلي انت مطالب بالتركيز بعدم دخول هدف في مرماك سواء بخطا من دفاع او تفوق هجومي، لا انت مطالب بالتركيز في الدفاع الاول قبل الهجوم. لعيبه خط الوسط والهجوم او اي لاعب هتتاح ليه فرصه قدام الجون يا ريت يكون في تركيز بنسبه 1,000,000%. فرصه تجيلك قدام المرمى خلص وانهي الماتش واعمل السكور على قد ما تقدر. انتم مطالبين بالرد على تطاول صفحه الهلال الرسميه بعد مباراه النادي الاهلي الاولى مع الهلال السوداني في درمان، مطالبين بالرد على الهلال السوداني بعد اللي عملوه بعد هزيمه الاهلي من صن داونز، فانتم مطالبين بالرد والكوره في ملعبكم. مجلس الاداره عمل اللي عليه، الجهاز الفني اختار تشكيل مناسب وطريقه لعبه مناسبه. اللعيبه بقى دورها في الملعب، عايزين 11 راجل في الملعب، 11 راجل ينزل يقاتلوا في الملعب. احنا مش عايزين، ما بنطالبش باي حاجه تانية، احنا بنطالب بتركيز في الملعب ولعب. عايزين نلعب مع الهلال السوداني ده نديله قلم ما يفوقش منه لطول العمر، وما يتطاولش تاني على النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي ولا على مصر، ولا حد يتجرأ انه يرفع عينه في وش اي اهلاوي تاني. فالكوره في ملعبكم، هنشوف هتعملوا ايه ان شاء الله في المباراه الفاصله اللي جايه يوم 1/4/2023 في 10 رمضان. جمهور النادي الاهلي مجلس الاداره جاب لك موافقه من الامن بحضور 50,000 متفرج، يا ريت تكون البدايه ونقدر نحضر في الماتشات اللي جايه ان شاء الله، نكسب الهلال السوداني ونصعد. هتكون في ماتشات جايه فاصله في دوري ابطال افريقيا، ما تسكش عليكم حاجه عشان العدد ان شاء الله ما يقلش عن 50,000 في المباراه اللي جايه. فدور جمهور النادي الاهلي دور مهم جدا كالعاده، انت مطالب بس الحماس في لعيبه النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه، وان شاء الله المباراه تكلل بصعود النادي الاهلي للدور القادم. وعاش الاهلي وعاشت جماهيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.